بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنعمل لقاء مع المهندس حسن الركبدار، رئيس قسم المكافحة البستانية بالإدارة الزراعية ببسيون، حول الأشجار الجوافة، وما هي التعليمات اللي المفروض يتبعها السادة المزارعين عشان للحصول على أعلى إنتاجية. اتفضل يا أستاذ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا الفترة الحالية في فترة الإثمار بالنسبة للجوافة، فهنا في حاجتين، اللي هو ازاي نحافظ على حجم، او مش الحجم، يعني نحافظ على الثمرة من الوقوع او السقوط. الحاجة التانية نحافظ على الثمرة من الإصابة. طبعا عملية الإصابة بذبابة الخوخ او ذبابة الفاكهة ده برنامج رش المفروض بيبدأ من فترة كبيرة جدا. للأسف الشديد في إصابات كتيرة جدا بالنسبة للجوافة، لأن هي أحد العوائل اللي بتبقى عليها ذبابة الفاكهة أو ذبابة الخوخ، وبالتالي الفترة الحالية فيها ثمر، وبالتالي ما نقدرش نرش الشجرة رش كامل، فإحنا بنلجأ للرش الجزئي في الفترة الحالية. فعشان نشتغل رش جزئي لازم نرش مادة جاذبة غذائية اللي هي هيدروزيت 42، زائد مادة سامة زي السيديال أو الفنتريسيون 50%، أو أي مادة سامة، بحيث يبقى المادة الجاذبة دي كرش جزئي، بنرش صف وصف ونسيب صف بالنسبة لإيه، ما نقدرش نرش على الثمر. الحاجة التانية ممكن نعمل مصايد، في مصايد غذائية كاستكشافية أو استرشادية، بنجيب المادة الفعالة بتاعته بنحطها في مصايد ورقية، بتشوف لنا مدى عدد الفراشات اللي موجودة في ذبابة الخوخ، وبتبقى مؤشر للإصابة. طبعا الإصابة في الفترة دي بالذات بتبقى عالية جدا، فوجود المصيدة ده مهم جدا ان احنا نشوف حجم الإصابة، وبناء عليه احنا بنبدأ نرش الجزء اللي انا اتكلمت عليه قبل كده. بالنسبة لعملية التسميد في الفترة ديت، نمرة واحد اولا احنا بنحافظ على مستوى التوازن المائي، لان اي زيادة او نقص في المحتوى المائي بينزل او بيسقط الثمرة بصورة غير طبيعية. هتلاقي في عدد كبير من الثمار واقع على الارض، وبالتالي المزارع لازم ياخد باله من حتة التوازن المائي، لا يزود الميه ولا يبقى فيه توازن مائي مستمر. اما يعني يهتم برضه بالتسميد البوتاسي في الفتره دي مع البورون. ده بالنسبه للثمره. طب لو في حضرتك، لو في تعليمات معينه عشان التساقط، يعني فيه بعض المزارعين بيشتكوا ان فيه الثمر بتاع الجوافه اللي بيبقى يحصل تساقط، هل في مثلا ماده معينه اللي بيرشوها برضو عشان يقل التساقط، او مثلا تعليمات في موضوع زي حضرتك ما قلت كده، موضوع الري والرش، ان اوقات الري والرش زي ساعتك ما بتقول؟ الرش للتساقط، الرش للتساقط الثمر دلوقتي هو الفتره دي مش هينفع ان انا ارش حاجه للتساقط، تمام، لان دي المفروض في فتره التزهير وفي بدايه العقد بنرش كالسيوم بورون زائد مثبتات للزهر. تمام. اما الحالي دلوقتي لو في تساقط بنشوف الشجره هل فيها اصابات بالفطري او الحشري، ده سبب من الاسباب اللي بتؤدي للتساقط. الشيء الأهم في الموضوع ده هو موضوع التوازن المائي، يعني نزود عملية الري بمعنى أصح. لو تميز عملية الري دلوقتي سواء بزيادة أو نقص، ده اللي هيحافظ على إن الثمرة ما يكونش فيها تساقط ده في الفترة الحالية. طب حضرتك توقيت الري نفسه، يعني هل له تأثير على الأشجار؟ توقيت أكيد طبعا. أنا ما أقدرش أروي في الجو الحار مثلا الظهر، يبقى معظم الري بتاعي اما في الصباح الباكر او في الفتره اللي هي المسائيه، بتبقى درجه حراره منخفضه عشان ما يحصلش نوع من الصدمه للنبات. الحاجه الثانيه، انا عايز اروي مثلا، اروي ازاي؟ انا بشوف مش معدل معين او مدى معين زمني، يعني ما نقولش انا بروي كل اسبوع، كل 10 ايام، كل 15 يوم، لا، انا بحفر مثلا حته جنب الشجره كده، بشوف وامسك في ايدي دهوت التربه دهيت، اذا كانت بتفرول معايا وبسيطه هروي، ان كانت لسه ماسكه ببعضها لا بستنى. فالمقياس الحقيقي لشكل التربه اللي انا بشتغل عليها، مش العدد الايام، لان في الجو الحار انا بضطر ان انا اروي يعني كل على فترات قريبه، اما في الجو البارد بزود المده شويه في عمليه الري. طب تمام. يعني طبعا برضه المزارعين برضه او معظمهم بيسالوا عشان موضوع ذبابه الفاكهه واليرقات الموجوده اللي داخل الثمره، اللي هو المفروض يبدا الرش امتى على اساس تطلع الجوافه نظيفه ما فيهاش اليرقات دي؟ يعني امتى ميعاد الرش بالظبط، بحيث مثلا العام القادم باذن الله يبدا الرش امتى بالظبط، بحيث ان هو يقلل ذبابه الفاكهه والامراض الحشريه اللي بتعمل يرقات داخل ثمره الجوافه؟ هو التعامل مع ذبابه الفاكهه او ذبابه الخوخ من الصعوبه بمكان، بس في عدة عوامل. أولا لازم نبدأ مبكرا، لأن العوائل الكتيرة اللي بتشتغل عليها ذبابة الفاكهة والخوخ عوائل كتيرة جدا، يعني هي بتبدأ بالخوخ بالخوخ فترة مبكرة،
وبعد كده بتتنقل لحاجه تانية زي الجوافه والكلام ده كله. وبالتالي انا ببدا عمليه الرش الوقائي من قبل عمليه التزهير، وبعد كده ببدا في بدايه العاد ابدا رش، مش عايز اقول اسبوعي. الحاجه التانية لازم احط حاجات استكشافيه، لان ممكن يبقى عندي اصابه من زمان وانا ما خدتش بالي منها. وبالتالي بعد في بدايه العاد كده بحط المصايد اللي هي الجنسيه، سواء لذبابه الخوخ او ذبابه الفاكهه، واشوف مدى عدد الفراش الموجود في المصيده، وابدا ارش اسبوعيا او شيء حاجه زي كده عشان اوقف او اقلل من الاصابه. تمام. شاكرين الفضل لحضرتك، وكل عام وانتم بخير. شكرا جزيلا. تحت امرك يا باشمهندس. شكرا جزيلا. شكرا.